انتهت المباراة، وتمكن مكوينة من إقصاء الوداد عن جدارة واستحقاق. أما تطوان فكان فريقا عاديا جدا اليوم. المباراة في شوطها الأول كانت أقل من المتوسط، لم نرى فيها أي خطورة على المرميين. أما في الشوط الثاني فبدأه الوداد بشكل مثالي، ضغط عالي على الفريق التطواني من أجل هدف التقدم، لكن ما نقص الوداد هو النجاعة الهجومية، واستمرت سيطرة الوداد إلى أن قرر مكوينة نشر إبداعه في ثانية الرمي بتغييرات لم يفهمها إلا هو. إخراج أوبينغ الذي كان يشكل ضغطا كبيرا على الدفاع التطواني ويشكل خطورة بتحركاته داخل مربع العمليات، وتعويضه بميلولة. فمباشرة بعد خروج أوبينغ تراجع الوداد، ووجد مدافعو تطوان أريحية تامة في إخراج الكرة. إخراج المترجي كذلك، والإبقاء على الرايحي الذي اختفى كليا في الشوط الثاني. حسب رأيي التغييرات التي كانت ستكون مفيدة للوداد هو إدخال الفتيح مكان الرايحي، وميلولة مكان المترجي، على أن يدخل لورج في وسط الميدان ويلعب الفتيح في الجهة اليسرى وميلولة في الجهة اليمنى، على أن يميل لورج نحو ميلولة في البناء الهجومي، لأن هناك تفاهم كبير بين لورج وميلولة، ويبقى أوبينغ الخطير في كل الأحوال. المهم كما قلت تغييرات المدرب هي من أقصت الوداد. أما هدف أيوب الكحل فكان القشة التي قسمت ظهر الوداد، ليبين بالملموس أنه لا مستقبل للوداد مع مكوينة، لأنه بعد كل هذه المباريات والجولات لم يتطور مستوى الوداد، والفاعلية الهجومية منعدمة، والبديل في رأيي هو بن هاشم، أو التوجه إلى المدرسة التونسية في شخص نبيل معلول.